بعض الملحدين والمسلمين اسما سألوا سؤال شكله كده وكأنه مهم وعميق. ليه ربنا يخلق حيوان مفترس ياكل حيوان وديع وقيود ويعذبه وهو بيفترسه؟ يا ايتها الطبيعه لا استطيع ان اكمل هذا المشهد البشري. خليني اقول لك بقى قصه صغيره قوي تجاوب على اسئلتهم. سنه 1995 اطلقوا 14 ذئب فين؟ في منتزه يولوستون الامريكي الوطني. المنطقه دي فضلت ل 70 سنه ما فيهاش ذئاب. طول ال 70 سنه دول الغزلان هناك تكاثرت بشكل غير منضبط، وده اللي عمل اضرار مرعبه بالطبيعه والحياه النباتيه. ال 14 ذئب دول ما اكلوش الغزلان مره واحده او حتى اكلتها كلها، ولكن اجبرتهم على اختيار اماكن معينه للرعي ولعيشتهم واكلهم، وده اللي خلى النباتات ترجع تنمو تاني والطبيعه تتغير. 6 سنين عدد الاشجار والنباتات اتضاعف 5 مرات. حضرتك في ال6 سنين دول حيوانات زي القناص رجعت تظهر تاني وتبني سدود على المجاري المائيه والانهار، وبالتالي ظهر الفطر والبط والاسماك في المناطق النائيه. الذئاب اصلا غيرت مجرى الانهار فانخفض التاكل الساحلي. كل ده حصل بس بسبب 14 ذئب.